ومن جمعية أو مهرجان أبناء بلدنا معانا مستشار الدكتور عثمان طارق. ما شاء الله، ربنا يبارك لك. تقول ايه حضرتك وحضرتك جاي متواجد في المهرجان النهارده؟ انا جاي من اسماعيليه مخصوص عشان خاطر المهرجان ده، لاني انا عرفت طبعا انها على التراث النوبي. التراث النوبي ده حاجه جميله جدا، وهي ظاهره من بستان مصر، لكن اكتشافها النهارده او وجودها النهارده على معاليكم وعلى المستشار ظهر، فهي حاجه جميله جدا. كانت من زمان المفروض انها تكون موجوده، لكن نشكركم على اللي حاصل ده، وان انتم ظهرتوا للناس دي بتقاليدها بتراثها الجميل، لان دي بيرجع لتراث مصر، اساسها يرجع لتراث مصر. والاسماعيليه متواجده وراك في الزي الاسمر في النبيتي النهارده بشكل جميل. كل محافظه لابسه زي بيدل على تراثها وعلى لون معين ليه. تقول ايه النهارده والجمعيه عامله شغل جميل وناس انا جايه من المنصوره وحضرتك من الاسماعيليه، وكل واحد فينا من بلد جايين عشان نبرز ان بلدنا فعلا بلد فيها طاقه وقوه بايد ابنائها. تقول ايه حضرتك حاجه كده للي قائمين على المهرجان او المنسقين للمهرجان؟ والله انا برافو عليهم. يعني اول حاجه من حيث الفكره، هي فكره جميله جدا، ومن حيث التنظيم، من حيث الاداره، من حيث العرض، حاجه يعني بصراحه جميله جدا جدا، ونشكركم جدا جدا. ويا ريت الموضوع ده يتكرر كده، لان لازم مش على قدنا هنا بس، لازم على جميع انحاء الجمهوريه كلها يبقوا عارفين الزهره بتاعتهم اللي ما كانوش شايفينها، لا نشوفها. لينا حق احنا المصريين نتمتع بالزهور بتاعتنا اللي موجوده في بلدنا وجمال بلدنا، فلينا حق ان احنا نيجي نشوفها لو من اخر الدنيا نجيها، لان دي بلدنا ودي حاجات الجميله بتاعت بلدنا وحلاوه بلدنا. وسعدنا بيك في بلدنا الجميله، وبنقول لك كل سنه ومعاليك طيب. وحضرتك ممكن تقدم لنا كلمه كده بسيطه بس ما كلام